السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي بتعاني من تركيب البشليك للجلابية الرجالي، تعالوا مع بعض نشوف أسهل طريقة لطريقة عمل البشليك. أول حاجة أنا ركبت البشليك اللي هو الداخلي بتاع الزراير، وركبت البشليك التاني بالطريقة دي، وبكسر كسرة كده بسيطة. تمام. المهم إنها تداري البشليك الصغير بتاع الزراير حوالي مثلا نقدر نقول نص سنتي. تمام. بعد كده بحط البشليك اللي انا قصه على الحشو بتاع البندة. طول البشليك ده حوالي 43 سنتي او 2 سنتي على حسب طول الشخص. بعد كده بلزق الحشو بتاع البشليك ده واتأكد ان هو لزق بنسبة 100%. الكسرة اللي احنا عملناها الاول دي علشان يعني البشليك بقى يطلع معانا مظبوط، ما يطلعش مرحل يمين او شمال او معوج او الكلام ده كله. بشيل طبعا، بسيب نص سنتي كده من تحت بس وبكسر. طبعا انا معايا البخاخة بتاعت المية وبكسر بيها على طول كده، واعمل السن بتاع البشليك اللي تحت او البوزة بتاع البشليك بالطريقة دي. بعد كده برضو هبخ بخة مية خفيفة كده. طبعا الحشو بتاعنا يا جماعة او الفازلين اللي احنا لازقينه ده حشو البندة، يعني ما تبخوش مية نهائي الا لما تكون حصل عملية تبريد. بعد ما تلزقوا المكوة تمشي كده على الحشو ويكون لزق تمام. ما تبخوش ميه مباشرة، لا، تعملوا تبريد بأي حاجة، قطعة كده تكون باردة تكون ملساء، وليكن حتى قطعة رخام أو أي حاجة. وبعد كده تبخوا المية بعد التبريد يعني. بنكسر كسرة بقى بالطريقة دي، نفس الطريقة، وبنقلب البشليك بتاعنا. هنلاقي البشليك بتاعنا مظبوط بنسبة 100%. دي طبعا طريقة سهلة. أنا بقدم لكم جميع الطرق لعمل البشليك للجلابية الرجالي. البشليك المغطي والبشليك اللي هو المكشوف، بشليك الزراير المكشوفة كده. طبعا انا كده كل ده ما خيطتش، لازم ان انا بكوي البشليك كويس كده، بجهزه على المكوة بحيث المكنة تكون سهلة جدا، الاقي الدنيا معايا تمام وتكون كل حاجة سهلة. بأكد المكوة بتاعتي كويس، خلاص بدوس عليه. خيطته بالمكنة، بدوس عليه طبعا خلاص طالما اتعمل على المكوة صح كده، يبقى المكنة يا دوب بمشي بيها وخلاص، مفيش مشكلة خالص، الدنيا معايا تمام. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ابتدي اكوي بقى البشليك بتاعي. شوفوا دي القطعة اللي انا بعمل بيها تبريد. اي حاجة عندكم، اي قطعة رخام، قطعة خشب تكون ملساء وتقيلة شوية زي ما حضراتكم شايفين كده، هنلاقي النتيجة معانا ممتازة، اكتر من ممتازة. زي ما حضراتكم شايفين بشليك ببيته، يعني بسم الله ما شاء الله الدنيا معانا تمام. بتمنى طبعا الشرح يكون سهل، يكون بسيط وعجبكم. ما تنسوش اللايك الجميل للفيديو، واحفظوا الفيديو كده عندكم، ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.